لو بدأت تتعلم برمجة أو داخل المجال وعايز تحدد مسارك، فأكيد قابلت السؤال الكبير: أتعلم دوت نت ولا نوت جي اس؟ مين الأفضل ومين المستقبل؟ في الفيديو ده هنجاوب على السؤال ده بأبسط شكل، وهنوضح الفرق الحقيقي بينهم، بحيث بعد 3 دقايق تكون فاهم كل حاجة وتقدر تحدد طريقك صح. نبدأ بالأساس. دوت نت هي منصة برمجية ضخمة من شركة مايكروسوفت، بتشتغل بلغات زي سي شارب وفي بي دوت نت، وبتسمح لك تبني بيها تطبيقات ويب وتطبيقات مكتبية وموبايل كمان باستخدام تقنيات زي ليكسامارين. في المقابل، نوت جي اس مش إطار عمل ولا لغة برمجة، لكن بيئة تشغيل بتسمح لك تستخدم جافا سكريبت، اللغة الأشهر في العالم في برمجة السيرفر أو الباك إند. يعني ببساطة دوت نت بيستخدم سي شارب، ونوت جي اس بيستخدم جافا سكريبت. والسؤال هنا: أنت مرتاح مع أنهي لغة؟ لو جاي من خلفية جافا سكريبت أو شغال فرونت إند، نوت جي اس هي الأقرب ليك. لكن لو مهتم بالديسكتوب أبس أو عايز تدخل مجال الشركات الكبيرة، دوت نت هي الأقوى. وده يخلينا نسأل: هل تحب تمشي في طريق منظم وآمن، ولا تحب الحرية الكاملة والبناء السريع؟ الاختيار راجع ليك. نيجي بقى للسوق وفرص الشغل. دوت نت بيستخدم في شركات كبيرة والحكومة والبنوك ومجالات حساسة بتحتاج استقرار وأمان. ولو بصيت على إعلانات الوظائف في المؤسسات الكبيرة، هتلاقي دايما طلب على مطوري السي شارب. لكن في المقابل، نوت جي اس بيتم استخدامه بكثرة في الشركات الناشئة والمواقع الحديثة، وفي مجالات زي الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتطبيقات الويب الحديثة. يعني لو ناوي تشتغل في شركة ثابتة بتدور على موظف بيدوم لسنين، دوت نت مناسب. لكن لو حابب تشتغل مع فرق صغيرة أو تبدأ شركتك الناشئة، نوت جي اس ممكن يفتح لك أبواب كتير. وعلشان الصورة تبقى أوضح، دوت ستاك أوفرفلو الموقع التقني الأشهر معمول بدوت نت. نتفليكس ولينكدين بيستخدموا نوت جي اس في أجزاء من أنظمتهم، وده معناه إن كل واحدة ليها استخداماتها ومفيش الأفضل المطلق. لو أنت مبتدئ وبتفكر تدخل سوق الشغل بسرعة وكنت بتتعلم جافا سكريبت، فابدأ بنوت جي اس. هتقدر تشتغل باك اند وفول ستاك بسهولة وتدخل مشاريع حقيقية بسرعة. لكن لو بتفكر تشتغل في شركات كبيرة أو في دول الخليج مثلا، أو نفسك في مسار مستقر وطويل المدى، ابدأ بدوت نت. وفي كل الأحوال مفيش مانع تتعلم الاتنين مع الوقت. البرمجة مش طريق واحد، دي رحلة.